مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من البرنامج. ضيفي وضيفكم اليوم استطاعت أن تجمع بين النجاح المهني والإنساني والاجتماعي لتصبح نموذجا يحتذى به للأجيال الجديدة، وقدمت رحلة استثنائية تؤكد أن التفوق الحقيقي لا يكتمل إلا بالأخلاق والإنسانية والتوازن الأسري. إنها العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة. تخرجت غالب في كلية طب قصر العيني، ثم حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه في الطب الشرعي والسموم، لتصبح المرأة الوحيدة في الوطن العربي التي تمنحها الكلية الإنجليزية زمالة الطب الشرعي. ولم يكن نجاحها محليا فقط، بل أصبحت واجهة مشرفة لمصر في المحافل الدولية، كما حظيت بتكريم من رئيس تايوان تقديرا لعطائها العلمي والمهني. سطرت اسمها بأحرف من نور عندما أصبحت أول امرأة تتولى منصب نقيب أطباء القاهرة بعد انتخابات قوية نالت خلالها احترام وثقة الجميع. ورغم كل هذه النجاحات، ظلت شيرين غالب نموذجا نادرا في التواضع والرقي الإنساني، فهي تؤمن بأن سر نجاحها الحقيقي يعود إلى دعم أسرتها، وتحرص دائما على التأكيد بأن النجاح المهني لا قيمة له إذا جاء على حساب الأسرة والاستقرار النفسي للأبناء. كما تحمل غالب رؤية إنسانية راقية تجاه مهنة الطب، إذ تؤمن بأن علاج المريض رسالة قبل أن يكون وظيفة، وتدعو الأطباء الشباب إلى التمسك بالأخلاق والقيم وبر الوالدين، مؤكدة أن الرحمة والإنسانية لا تقل أهمية عن العلم والخبرة. لقد نجحت شيرين غالب في أن تقدم صورة مشرفة للمرأة المصرية القادرة على الجمع بين القيادة والعلم والرحمة والأسرة، فكانت الطبيبة الناجحة والقائدة الواعية والأم العظيمة والإنسانة الراقية. العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة شيرين غالب، أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعي والسموم بكلية طب قصر العيني ونقيب أطباء القاهرة. أهلا بسيادتك يا فندم. اهلا وسهلا فندم.